في سؤال ناس كتير جدا بتسألهولي، ايه اكتر حاجة بتحبيها في كندا؟ وطبعا السؤال ده شكله بسيط، لكن اجابته ممكن تفتح علينا ابواب احنا مش ناقصينها. لان اول ما تقول حاجة حلوة عن كندا حد هيقولك طبعا ما هي بلاد بره، واللي ملوش خير في بلده ملوش خير في بلا بلا بلا. ولو قلت ان وحشتك حاجات كتير في مصر، حد تاني هيقولك اهو شفتي مفيش زي مصر، مش عارفين ايه اللي موديكم في اخر الدنيا. او الحزب التاني بتاع مدام مش عاجباكي البلد قاعدة فيها ليه، ما تروحي الام الدنيا وسيبينا احنا في البلد الوحشة دي. ورغي كتير من كل الأطراف ينفع يبقى موضوع حلقة كاملة نرغي فيه مع بعض بعدين. فخلينا نتفق من البداية، الحلقة دي مش مسابقة بين مصر وكندا ولا أي بلد عربية تانية، ومش محاولة لإثبات إن بلد أحسن من بلد. أنا هتكلم عن تجربتي الشخصية عشان اللي بيفكر يهاجر يبقى عارف إيه اللي هيقابله لما يجي البلد، وعن حاجات عشتها في مصر بعد ما انتقلت لكندا. اكتشفت إن في تفاصيل صغيرة جدا لكن خلت حياتي أسهل وأهدى. وفي المقابل طبعا في حاجات في مصر لحد النهاردة كندا كلها بجبالها وبحيراتها وتلجها ما عرفتش تعوضها. يلا بينا نبدأ، وهات كوباية الشاي بتاعتك وتعالى نفصص الحاجات ونتناقش إذا كان عندي حق ولا لأ. بص يا سيدي، أول حاجة الهدوء، ودي كانت أكتر حاجة لاحظتها لما جيت كندا، هي الهدوء. والمقصود مش إن الناس هنا ماشية على طراطيف صوابعها، ولا إن البلد مكتبة عامة كبيرة، لكن في مستوى من الهدوء أنا ما كنتش واخدة بالي إني محتاجاه. في مصر ممكن تصحى الصبح على صوت كلاكسات وعربية خضار وحد بينادي وراجل بيزعق لراجل وراجل تالت داخل يصلح ما بينهم فبيزعق أكتر منهم هما الاتنين. والحقيقة أنا الحاجات دي جزء من روح مصر، وانت عايش فيها مش حاسسها قوي، لكن لما تعيش فترة في مكان هادي بتكتشف ان الزحمة والصوت المستمر بياخدوا جزء من طاقتك من غير ما تحس، وتبقى مش قادر ترجع تتعود على الدوشة دي تاني، وأعصابك بقت خفيفة كده مش مستحملة حاجة. أصل في كندا ممكن تمشي في الشارع وتسمع صوت رجلك. أول مرة حصلت معايا قلقت بصراحة كده وخفت، قلت هو في حاجة حصلت والناس كلها استخبت ولا إيه اللي بيحصل بالظبط؟ بس للأمانة أول ما جيت ما كنتش طايقة الهدوء، وكنت بزور مقاطعات تانية فيها زحمة ودوشة، وقعدت أراجع نفسي أنا إيه اللي خلاني أختار المكان ده، وأنا بحب الزحمة والدوشة والنايت لايف. لكن بعد فترة بدأت أحب الإحساس ده قوي، حبيته يخرب بيته. لما يكون المكان حواليك هادي دماغك نفسها بتهدى، مش طول الوقت في حالة استعداد لمعركة، مش معركة كبيرة لكن معركة صغيرة بتبدأ من أول ما تنزل من البيت. هتلاقي مكان تركن فيه، هتعرف تعدي الشارع، مين اللي بيكلكس، هو بيكلكس لي أنا ولا لحد تاني، ولا هو بيعبر عن مشاعره بشكل عام. الهدوء في كندا علمني إن الراحة النفسية مش لازم تكون أجازة في فندق 5 نجوم. أحيانا الراحة النفسية هي إن محدش يضرب لك كلاكس وإنت قاعد أصلا في بيتك. أصل معنى أي دوشة أو كلاكس في كندا بيبقى معناه خطر كبير وحاجة لازم تنتبه ليها جامد، مش حد بيمسي عليك بكلاكس وخلاص. تاني حاجة احترام الطابور. في حاجات احنا بنعتبرها بسيطة لكن بتقول كتير جدا عن المجتمع، زي الطابور مثلا. الناس بتقف في الطابور حتى لو مفيش حد بيراقبهم، وده كان غريب بالنسبة لي في البداية. يعني مفيش موظف واقف يقول لحد حضرتك دورك بعد الأستاذ، ومفيش حبال عاملة ممر إجباري، ومع ذلك كل واحد عارف مين جه قبله ومين جه بعده. وطبعا أنا بحكم الخبرة التاريخية كنت واقفة مركزة، أي حركة جانبية من الشخص اللي ورايا كنت أفسرها إنها محاولة انقلاب على الشرعية، أبصله بنظرة معناها أنا شفتك وأنا هنا من قبلك ما تستهبلنيش. لكن هو في الحقيقة كان بس بيحاول يشوف المنيو مثلا. بعد فترة فهمت إن الفكرة مش مجرد طابور، الفكرة إن وقتك ليه قيمة. الناس مش شايفة إن ذكائها بيتقاس بقدرتها على الدخول قبلك، ومفيش حد بيستخدم الجملة الشهيرة بتاعت معلش أنا بس هسأل سؤال، لأن كلنا عارفين إن بس هسأل سؤال دي هتتحول لمعاملة كاملة وتصوير ورق ومكالمة لابن خالته، وفي الآخر الموظف هيروح يتغدى. احترام الدور بيخليك تحس إن حقك محفوظ من غير ما تضطر تحارب عليه، وده فرق كبير جدا في جودة الحياة، لأن الإنسان لما يضطر يدافع عن حقه في كل حاجة صغيرة بيتعب. ثالث حاجة احترام الوقت. هنا لو قالوا لك الاجتماع الساعة 9 فالاجتماع الساعة 9،
مش الساعة 9 بمعنى إننا نبدأ نتحرك من البيت الساعة 9، ولا 9 بمعنى إننا نوصل 9:30 ونقول أصل الطريق كان زحمة، وده سبب مقنع جدا في مصر لأن الطريق غالبا حقيقي بيبقى في زحمة. لكن في كندا التأخير مش بيتشاف باعتباره مجرد حاجة حصلت لك انت، بيتفهم كمان على إنه أخد من وقت الشخص التاني. حتى مواعيد الصيانة والتوصيل والخدمات غالبا بيبقى لها وقت أو نافذة زمنية واضحة. طبعا مش معنى كده ان كل الناس هنا منضبطة 100%. كندا مش معمولة ببرنامج كمبيوتر، في ناس بتتأخر ومواعيد بتبوظ وخدمات بتقولك هنجيلك بين 8 الصبح و5 بالليل، فتلغي حياتك كلها وتقعد مستني، وفي الآخر بيجيلك اتصال الساعة 5 إلا دقيقة مثلا يقولك احنا جايين. لكن بشكل عام فكرة احترام الوقت موجودة، وأنا اكتشفت إن الالتزام بالمواعيد مش مجرد تنظيم، هو نوع من الاحترام. لما احترم ميعادك أنا بقولك إن وقتك مش أقل أهمية من وقتي. رابع حاجة النظام في المرور. السواقة في كندا كانت من الحاجات اللي احتجت وقت أتعود عليها، مش لأن السواقة هنا أصعب، بالعكس هي منظمة أكتر، لكن عشان كنت محتاجة أصدق إن العربية ممكن فعلا تقف لي عشان أعدي. أول مرة وقفت عند ممر المشاة والعربية وقفت، أنا وقفت والسواق وقف، وأنا بصيت له وهو بصلي، وكل واحد فينا مستني التاني يتحرك. أنا كنت بقول في نفسي أكيد في خدعة، أول ما هعدي هيتحرك، وهو غالبا كان بيفكر هي مش عايزة تعدي ليه. في الآخر عديت وأنا شبه بجري من باب الاحتياط والتراث. مع الوقت اتعودت إن المشاة أولوية في أماكن كتير، وإن الإشارات المرورية مش اقتراحات لطيفة ممكن نعمل بيها لو مزاجنا يسمح، والناس عموما بتسيب مسافات وبتمشي في الحارات بتاعتها وبتتوقف عند علامات التوقف. وطبعا في سواقين متهورين هنا برضو. أي حد يقولك إن كندا ما فيهاش سواقة وحشة يبقى عمره ما ساق وقت نزول التلج مثلا، ولا شاف حد قرر فجأة إن الإشارة الصفراء معناها دي آخر فرصة في حياتي. لكن وجود نظام واضح بيقلل التوتر، انت عارف المفروض يحصل ايه، وعارف ان معظم الناس حواليك فاهمة القواعد نفسها، وده بيخلي السواقة وسيلة انتقال مش اختبار يومي لقوة الأعصاب. أحكي لكم على حاجة بتحصل كتير من غير ما حد ينظمها ولا حاجة، هي بتمشي كده بالتراضي. في كندا في علامة اسمها 4-way stop، بمعنى ان الوقوف إجباري في الأربع اتجاهات. يعني كل عربية لازم تقف في التقاطع عند العلامة، وكل عربية تدخل الاتجاه اللي عايزاه بترتيب الوقوف. فلو مثلا اليمين وقف الأول يبقى اليمين يتحرك الأول وبعديه الشمال وهكذا. ولو ساعات 2 وقفوا في نفس الوقت يبقى في حد فيهم بيقول للتاني اتفضل يا عم انت الأول. المهم دي قاعدة معروفة هناك. بس الجميل بقى لما إشارة المرور تتعطل وتبوظ تلاقي الناس أوتوماتيك كده قلبوها 4-way stop، يعني كل عربية في كل اتجاه تمشي لغاية ما يصلحوا الإشارة دي والبوليس يجي. محدش بيقول لهم يعملوا كده، هي حاجة كده متعارف عليها إننا كلنا نحترم بعض وندي فرصة لبعضينا. خامس حاجة الطبيعة. أنا كنت عارفة إن كندا جميلة قبل ما أجي، كلنا أكيد شفنا الصور على الديسكتوب أو على ورق الحيطة بتاع زمان ده، جبال، بحيرات، أشجار، تلج، ودب واقف في الخلفية عامل نفسه صاحب المكان، وهو حقيقي فعلا صاحب المكان. لكن الصور ما بتوصلكش إحساس إن الطبيعة هنا قريبة منك جدا. مش لازم تسافر رحلة كبيرة أو تحجز فندق عشان تشوف منظر حلو، أحيانا مجرد جنينة قريبة من البيت أو طريق عادي ممكن يخليك تقف وتتفرج. خصوصا في ألبرتا وجود الجبال قريب منك بيدي إحساس غريب، كل مرة بشوفها حتى بعد سنين بحس إن المنظر جديد. والأجمل إنه جزء كبير من الاستمتاع بالطبيعة مجاني. ممكن تتمشى، تقعد قدام بحيرة، تركب عجلة أو تاخد ساندوتشات وتقضي اليوم في أي جنينة عادي جدا، مفيش وإيه الناس البلدي دي. وطبعا الطبيعة الكندية جميلة جدا لكن ليها شروط، يعني ممكن المنظر يكون فظيع لكن درجة الحرارة تقولك اتفرج من العربية لو سمحت، والتلج في الصور رومانسي، بس لما تصحى الصبح وتلاقي العربية محتاجة حفريات أثرية عشان تطلعها من تحت التلج، الرومانسية بتقل شوية. ومع ذلك الطبيعة من أكتر الحاجات اللي بحبها هنا، لأنها بتفكرك إن الحياة جميلة قوي وأكبر من الشغل والفواتير والموبايل. وطبعا دايما بتلاقي نفسك بتقول سبحان الله، لو الجمال ده في الأرض الجنة هتبقى إزاي. سادس حاجة النظافة والمساحات العامة. من الحاجات اللي لفتت نظري جدا إن الجناين والشوارع والمساحات العامة في الغالب نظيفة جدا ومنظمة.
الفكرة مش إن في جيش من عمال النظافة ورا كل شخص، لكن في ثقافة إن المكان العام ملك للجميع. يعني الجنينة مش ملك الحكومة بس، هي مكاني ومكانك ومكان الطفل اللي هيلعب فيها بعدنا. طبعا في زبالة وفي ناس بترمي حاجات على الأرض ومفيش مكان مثالي، لكن السلوك العام بيشجعك تحافظ على المكان. لما تدخل مكان نظيف بتحس إن رمي ورقة على الأرض جريمة، إنما لما يكون المكان أصلا مليان ورق ممكن العقل البشري يقول هي جت علي أنا يعني. وعشان كده النظافة مش مسؤولية شخص واحد، هي نتيجة إن عدد كبير من الناس متفقين حتى من غير كلام إنهم يحافظوا على المكان. سابع حاجة الخصوصية، ودي من أكتر الحاجات اللي ريحتني في كندا. الناس غالبا بتحترم المساحة الشخصية، مش لازم كل شخص يقابلك يعرف انت مرتبك كام وليه لسه ما اتجوزتش، ولو اتجوزت ليه ما خلفتش، ولو خلفت واحد هتخلف التاني امتى، ولو خلفت 2 هتقفل المصنع ده امتى. وطبعا الأسئلة دي في مصر مش دايما نيتها وحشة، أحيانا بتطلع من اهتمام ومحبة وقرب. احنا مجتمع دافي والناس بتحب تدخل في تفاصيل بعضها لأن شايفة نفسها جزء من حياة بعض، لكن أحيانا الاهتمام بيتحول إلى تحقيق رسمي وانت مش عارف انت متهم بإيه أصلا. ففي كندا الناس ممكن تعرفك سنين وما تسألكش سؤال شخصي إلا لو انت فتحت الموضوع، وده مريح جدا لأنك مش مضطر تبرر اختياراتك. وحط لي هنا 1,000,000 خط تحت كلمة تبرر، وهقولك ليه بعد شوية. مش لازم تشرح ليه غيرت شغلك أو ليه ما حضرتش مناسبة أو ليه قررت تعيش بطريقة مختلفة. في مساحة إن كل واحد يعيش حياته، لكن في المقابل الخصوصية دي أحيانا ممكن تتحول لمسافة. ممكن تقعد سنين جنب جيرانك وتعرف اسم كلبهم لكن مش عارف اسمهم هم نفسهم إيه، لأن الكلب اجتماعي أكتر منهم. وده ياخدنا لفكرة مهمة جدا، كل ميزة ليها تمن. الخصوصية مريحة، لكن القرب الإنساني اللي في مصر ليه طعم تاني. بس حقيقي الحاجة السحرية هنا إنك مش محتاج تبرر. أنا اكتشفت إننا اتربينا إننا محتاجين دايما نبرر عملنا كده ليه وقلنا كده ليه. بس لما تاخد على الحياة في كندا هتتعلم إن محدش ليه الحق إن يعرف أنت عملت كده ليه. أنا عملت كده عشان عايز أعمل كده وبس. حتى لو اتأخرت مش محتاج تقول اتأخرت ليه، مطلوب تعتذر وخلاص. لو محتاج تاخد أجازة مش محتاج تقول مين مات ولا مين بيولد، أنا محتاج أخد أجازة وخلاص. وده شيء حقيقي مريح جدا للأعصاب. تامن حاجة احترام كل أنواع العمل. من الحاجات اللي بحبها جدا في كندا إن احترام الإنسان مش مرتبط بنوع شغله. عامل النظافة، الكاشير، سواق الأتوبيس، الموظف، المدير، كل واحد ليه دور وكل شخص المفروض يتعامل باحترام. طبعا العنصرية والتعالي وسوء المعاملة موجودين في كل مكان وكندا مش استثناء، لكن الثقافة العامة بتقول إن شغلك مش مقياس لقيمتك كإنسان. وأنا بحب فكرة إن الشخص ممكن يشتغل أي شغل شريف من غير ما يشعر إنه لازم يعتذر عنه. في مجتمعاتنا أحيانا أول سؤال بنسأله للشخص بتشتغل إيه؟ وبناء على الإجابة بنقرر هنتعامل معاه إزاي. مع إن الإنسان ممكن يكون عنده منصب كبير جدا وأخلاقه صغيرة جدا، وممكن يكون بيعمل شغل بسيط جدا لكنه إنسان في منتهى الرقي والاحترام. كندا علمتني أكتر إن قيمة الشخص مش مكتوبة على الكارت الشخصي بتاعه ولا على لبسه وهيئته. تاسع حاجة بقى الخدمات الحكومية والأونلاين. من أجمل الاختراعات البشرية بعد الكهرباء والإنترنت. إنك تخلص معاملة حكومية من البيت دي حاجة رهيبة. في كندا عدد كتير من الخدمات ممكن يتعمل أونلاين أو بخطوات واضحة، تملى بيانات، تدفع، يوصلك تأكيد وانتهينا. مش لازم تصحى الفجر وتاخد معاك صورة شخصية وصورة البطاقة وصورة من صورة البطاقة وشهادة تثبت إن صورة البطاقة هي فعلا صورة البطاقة، ولا تروح شباك رقم 3 فيقولك دي عند الشباك بتاع رقم 7، وتروح شباك رقم 7 يقولك لا مين قالك ده في الدور التاني. تطلع الدور التاني تلاقي الموظف نازل يصلي أو بيتغدى وبيدور على معنى للحياة بتاعه. طبعا البيروقراطية موجودة في كندا برضو. في مكالمات ممكن تبقى قاعد مستني على الويتنج فيها وقت طويل، ومواقع إلكترونية بتخليك تحس إن اللي صممها كان زعلان من البشرية. لكن الفرق كان في الخطوات دايما بيبقى سهل وواضحة والمعلومة مكتوبة وتقدر تعرف ايه اللي مطلوب منك. بالعكس انت كمان هتتعلم دايما انك لازم تدخل الويب سايت بتاع اي حاجة عشان تلاقي الحاجة واضحة ومعروفة ومطلوب ايه قبل ما تروح وتعمل ايه، وده بيقلل احساس انك داخل مغامرة مش عارف هتخرج منها بايه. عاشر حاجة بقى التوازن بين الشغل والحياة. من الحاجات اللي اتعلمتها هنا ان الشغل جزء من الحياة مش الحياة كلها.
في أماكن كتير لما يوم العمل بيخلص الناس فعلا بتمشي. مش لازم كل يوم تثبت إنك أكتر شخص مضحي في تاريخ المؤسسة. مش لازم تفضل قاعد ساعتين بعد الشغل ما بيخلص عشان المدير يشوفك ويقول الموظف ده مخلص قوي، مع إنك في الحقيقة ممكن تكون قاعد بتلعب سوليتير على الكمبيوتر. لكن المهم المنظر العام طبعا. في كندا في اهتمام أكبر بالأجازات، بالوقت الشخصي، الحدود بين العمل والبيت. طبعا الموضوع بيختلف من شركة لشركة ومن وظيفة لوظيفة، وفي ناس هنا بتشتغل ليل نهار وفي ضغط واحتراق وظيفي، لكن الثقافة نفسها بتحاول تقولك عندك عيلة، عندك صحة، عندك حياة خارج المكتب. وأنا شايفة إن دي فكرة مهمة جدا. إحنا كتير كمهاجرين بنبقى مختلفين عن الناس بإننا نوافق على أي تأخير بعد الشغل، وبتسهل استغلالنا بجهلنا لحقوقنا. فحقيقي إن الواحد يتعلم إن الشغل بيخلص لما وقت الشغل يخلص، وإننا لينا حياة تانية محتاجين نعيشها غير الشغل، حاجة مهمة جدا. رقم 11، الإحساس بالأمان. الإحساس العام بالأمان من الحاجات اللي بحبها هنا، إني أقدر أتمشى في أماكن كتير من غير ما أفضل طول الوقت في حالة قلق. الأطفال يقدروا يلعبوا في الجناين. الواحد عموما يشعر إن في نظام لو حصلت مشكلة. طبعا لازم أكون واضحة، كندا مش جنة الله في الأرض، ولا إنها مكان خالي من الجرائم. لا طبعا، في مناطق أحسن من مناطق، وفي سرقات ومشاكل ومخاطر، ولازم الإنسان ياخد احتياطاته. لكن بالنسبة لتجربتي الشخصية، الإحساس العام بالأمان أعلى. والأمان مش بس إن محدش يهاجمك، الأمان كمان إنك تعرف إن في إجراءات، وإنك تقدر تطلب مساعدة، وإن القانون موجود. رقم 12، التنوع. كندا من أكتر المجتمعات المتنوعة اللي ممكن تعيش فيها. في يوم واحد ممكن تقابل ناس من الهند، الصين، نيجيريا، أوكرانيا وسوريا ومصر، كل واحد جاي بحكاية مختلفة، وده وسع نظرتي للحياة جدا. لما نعيش وسط ناس شبهنا في كل حاجة بنفتكر أحيانا إن طريقتنا هي الطريقة الوحيدة الطبيعية للحياة. لكن لما تشوف ثقافات مختلفة بتكتشف إن في 100 طريقة للأكل واللبس والتربية والاحتفال والتفكير، وأجمل حاجة إنك تبدأ تشوف الإنسان قبل الجنسية. لكن التنوع له تحديات برضو. اختلاف اللهجات والعادات وطريقة التواصل ممكن يعمل سوء فهم، وهنا بتيجي حتة الخبرة الكندية في سوق العمل، وهتكلم عنها في حلقات تانية. أحيانا برضو بتحس إن كل شخص عايش داخل مجتمعه الصغير، ولكن بشكل عام التنوع خلاني أكتر تقبل وأكتر فضول تجاه الناس بدل ما أحكم عليهم بسرعة. 13، فرصة البداية من جديد. من الحاجات اللي بحبها في كندا إن عندك مساحة تبدأ من جديد. ممكن تغير تخصصك، تغير شغلك، ترجع تدرس وانت كبير، تبتدي مشروع، تفشل وتعيد المحاولة. مش دايما في نفس الحكم الاجتماعي اللي يقولك هو انت بعد العمر ده هتبدأ من الأول، أو الناس هتقول عليك ايه. وطبعا البداية من جديد مش سهلة، خصوصاً للمهاجر. أحياناً بتيجي وانت عندك خبرة وشهادة وتاريخ مهني، وتلاقي نفسك مضطر تثبت نفسك من الصفر، وده ممكن يكون صعب قوي ومش سهل أبداً. لكن في الوقت نفسه في إحساس إن الماضي مش لازم يحكم المستقبل، إنك ممكن تعيد اختراع نفسك، وإن الفشل مش نهاية القصة، هو فصل وحش لكن ممكن تقلب الصفحة. 14، إن القانون واضح. من الحاجات المريحة إن القواعد في الغالب مكتوبة وواضحة. عارف حقك وعارف واجبك وعارف لو كسرت القانون هيحصل ايه. وده مش معناه ان كل القوانين عادلة ولا ان النظام ما بيغلطش، لكن وضوح القواعد بيقلل مساحة التخمين. لان اصعب شيء مش ان القاعدة تكون صارمة، اصعب شيء ان القاعدة تتغير حسب الشخص اللي قدامك، او حسب مين تعرفه، او حسب مزاج الموظف النهاردة. لما القانون بيكون واضح وبيتطبق بشكل متقارب على الناس كلها بتحس باستقرار. مش لازم يكون عندك واسطة عشان تاخد حقك، مش لازم تعرف حد يعرف الشخص المسؤول عشان تاخد اللي انت عايزه. لكن هل ده معناه ان الحياة في كندا كاملة؟ طبعا لا. كندا فيها برد ممكن يخليك تسأل نفسك احنا عملنا ايه عشان نستحق ده، وفيها غربة، وفيها وحدة، وفيها ارتفاع أسعار، وفيها ضغط مادي وضرائب ومواعيد طبية ممكن تطول، وحياة أحيانا تحس إنها ماشية بالنظام لكن ناقصها الدفى. وهنا نوصل للحاجات اللي وحشتني في مصر. إيه بقى اللي وحشني من مصر؟ أول حاجة لمة العيلة، إنك ممكن تقرر تزور حد من غير موعد محجوز قبلها بأسبوعين على تطبيق إلكتروني مثلا، إن الناس تدخل وتخرج والأبواب مفتوحة وفي شاي بيتعمل من غير ما حد يسأل أنت عايز ولا لأ، لأن الشاي في مصر مش سؤال، الشاي قرار.
وحشني الأكل، وطبعا موجود أكل مصري في كندا، لكن في فرق بين إنك تاكل أكلة مصرية وإنك تاكلها في مصر. الطعم مرتبط بالمكان والناس والصوت وحتى بطريقة تقديمها. وحشني خفة دم المصريين، قدرة الناس إنها تطلع نكتة من وسط الأزمة. ممكن الدنيا تكون واقعة، لكن حد لازم يقول تعليق يخلي الناس كلها تضحك. المصري ممكن يكون عنده مشكلة كبيرة جدا ومع ذلك بيحكيها لك كأنه فقرة ستاند اب كوميدي. وحشني الدفع الاجتماعي. في مصر ممكن حد ما يعرفكش يساعدك ويفضل واقف معاك لحد ما يحل لك المشكلة، وبعدها يعزمك على الغدا كمان. في كندا الناس محترمة ومهذبة جدا، لكن العلاقة أحيانا بتقف عند حدود الأدب. أما في مصر ممكن الشخص يدخل حياتك من أول 5 دقايق ويقرر إنه بقى مسؤول عنك وعن مستقبلك، وده أحيانا بيبقى مرهق، لكن برضو أحيانا بيبقى جميل جدا. وحشتني المناسبات، رمضان، العيد، صوت الشوارع، الزينة، الزيارات، حالة البلد كلها وهي عايشة نفس المناسبة. في كندا بنحاول نعمل الجو ونجمع أصحابنا، لكن في فرق بين إنك تحتفل بالمناسبة وإن البلد كلها بتحتفل معاك. وحشني أعيش أعمار أولاد إخواتي وأعيش معاهم لحظات مختلفة، مش أجيب واجي ألاقي الناس كبرت مرة واحدة وفوتت لحظات كتيرة معاهم. بحب إني أبقى مطمنة على ماما وبابا وقادرة أشوفهم وأقعد معاهم طول الوقت، ومش خايفة إنهم يبقوا محتاجين أي حاجة ومش عارفة أعمل أي حاجة من بعيد. الخلاصة، بعد ما عشت في البلدين اكتشفت إن مفيش مكان كامل. كندا ادتني حاجات مهمة جدا، هدوء ونظام وخصوصية، طبيعة، إحساس بالأمان واحترام أكبر للوقت والمساحة. لكن مصر ادتني حاجة مختلفة تماما، الدفى، اللمة، الضحكة، الإحساس إنك مش لوحدك، ذكريات عمر بحاله. أنا مش بحب كندا لأنها كاملة، ومش بحب مصر لأنها من غير عيوب. أنا بحب في كل مكان الحاجات اللي خلتني إنسانة أفضل، أو خلت حياتي أسهل، أو خلت قلبي أدفى. وأعتقد إن الهجرة علمتني حاجة مهمة جدا، إن الإنسان ممكن يعيش في بلد وقلبه يبقى متقسم ما بين مكانين، مكان اداك جذورك ومكان اداك فرصة إنك تنمو. يمكن مش لازم نختار مين فيهم أحسن، يمكن نقدر نكون ممتنين للاتنين، ممتنين للبلد اللي علمتنا نضحك وسط الفوضى، والبلد اللي علمتنا إن الهدوء مش فراغ، وإن النظام مش برود، وإن احترام الإنسان أحيانا بيظهر في تفاصيل صغيرة جدا، زي طابور محدش دخل قدامك فيه، أو عربية وقفت عشان تعدي، أو شخص احترم خصوصيتك وما سألكش هو أنت بتقبض كام. وفي النهاية دي كانت تجربتي أنا. أكيد في ناس تجربتها مختلفة، في ناس بتحب حاجات أنا ما خدتش بالي منها، وفي ناس واجهت صعوبات أنا ما واجهتهاش. عشان كده اكتبولي، لو عشتوا في كندا إيه أكتر حاجة بتحبوها فيها؟ ولو عايشين في مصر أو سبتوها إيه أكتر حاجة اكتشفتوا إن أنتوا مفتقدينها؟ يمكن في الآخر نكتشف إن الوطن مش بس المكان اللي عايشين فيه، الوطن كمان هو الحاجات اللي فضلت عايشة جوانا مهما بقينا.